تكن من راديو تمازج. وفي مختصر أخبار، قتلوا 13 جندي في اشتباكات بين قوات جنوب السودان وقوات الجيش في معارضة في مقاطعة تركونا. محقق وري بتفاصيل عن دور تمشار في هجوم حماية في الناصرة. دعوة لفتسيكا واو تومبرا الكان قفلوا بعد اشتباكات. مواطنين في ولاية شمال بحر الغزال طلبوا بانتخابات الحرة. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كي جالتكن من راديو تمازج. قتلوا 13 جندي في اشتباكات جديد بين قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والجيش الشعبي في معارضة في مقاطعة تركونا في ولاية وحدة في يوم الأحد. الرائد كاربينو يوي المتحدث باسم القطاع الثاني في الجيش الشعبي في معارضة ونص لراديو تمازج في يوم الاثنين قال اشتباكات دي كان بدأ في الساعة 5 قريب صباح في قرية شوتير في مقاطعة تركونا الو تحموا فوقه قال قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان يعملوا هجوم لوحدة حماية شخصيات المهمة التابع للجيش الشعبي في معارضة. الو كمان أبا تقارير التالى في موقع التواصل الاجتماعي قال قتلوا قائد رائد قالواك دوب قال كلام دي ما صح. The one who was killed is Major, not Major General, the Major was been killed, the one who took the attack. According to the commander, he told me that they found a 12 body on the ground, from Eritrea, but they didn't tell me the number of casualty. They just know the number that they found on the ground. They don't have any number of the casualty. راديو تتمازج حاول عشان ونسوا مع الناطق الرسمي باسم قوات الدفاع الشعبي اللواء لول رواي عشان علق في كلام ده، لكن ما قدر لقوها. وزيرة الإعلام واتصالات في ولاية وحدة قتويج فعل أكدوا أن كلام حادثة ألو كلنقالي حكومة في ولاية سيطر على وضع الأمن هناك، وقالي أسده وضع خلاص بقى راجع بقى كويس ونسحوا كل قوات في ولاية وحدة. قالي كلي ودي فرصة لعملية سلام. Yesterday, there was a clashes between the forces in United States at a certain place called Burnya. 4 soldiers were reported appeared dead on the spot. 5 people were wounded in that clashes, and now they are seeking medical assistance in Bentiu State Hospital. But the situation is calm. His Excellency the Governor intervened. The security situation is now stable in the state. كان في أسبوع الفات كان حصل مواجهات كمان في قرية في مقاطعة تمايم بين 2 قوات ديل الحاصل توترات في داخل قطاع الأمنية. محقق الرئيسي في يوم الاثنين قال نائب الأول لرئيس الوقفوا من شغل رياك مشار بنفسه تتو شجع فريق المحلي من ميليشيات الجيش الأبيض عشان كده عملوا هجومات منسق لقائدة الجيش. الوكيل قال كمان وفشل في عشان منعوا قتلوا قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان. كلام ده ذكروا في خلال الجلسة نمرة 12 في محكمة الخاص اللواء باسيليو توماس واني مدير الشرطة في ولاية شمال بحر الغزال ونسوا أن كلام تعديل ده بتفاصيل في دور تمشار القيادي ألو كيلنغالي في هجومات الكان حصل في شهر 3 في سنة 2025 في موقع قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان في ناصر وأولان في ولاية على النيل. مشار وسبع ناس تنين التحمد واجهوا تهم من فوقه خيانة جرائم ضد إنسانية وقتل جماعي وإرهاب وتدمير ممتلكات. حكومة كلنجلي هجوم كان حاصل في شهر 3 الفات كان عملوا مع قوات الحركة الشعبية في معارضة بقيادة مشار وميليشيات الجيش الأبيض. المحكمة دي كان بدأ في جوبا في يوم 22 في شهر 9. محقق واني كلنجلي مشار بصفته كقائد العام للجيش الشعبي في معارضة ياو خلقوا مشاكل في الناصر. وذكر في محكمة هناك قالي رسالة القالي كان كتبه بتاريخ يوم 1 في شهر 3 في سنة 2025 قالي مشاريع كتبه واجهوا محافظين تناصر وأولان قالي كلمة نشيلوا فريق من سلاطين المحليين وأعضاء حركة شعبية في معارضة من فوق شباب قالي عشان كله روى استقبل وحمي قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان وراقبوا تحركات تمنى.
واني ونسو لمحكمة قالي نفسها مجموعة كمان جاء عمل هجوم لناصر القبض من قوات الحكومية دي قتلوا فوقه عدد من ناس ودمروا ممتلكاتها. محقق دي كمان كلين قالي بعد ما ميليشيات الجيش الأبيض قبضوا حامية في ناصر في يوم 7 في شهر 3 قالي مشار أغنى قائد حامية جنرال مرحوم ديفيد ماجور داك قالي كلي استسلم. واني كمان ونسو أن كلامتا قالي ألو وصف قالي دي إحمال. مواطنين في مقاطعة واو في ولاية غرب بحر الغزال طلبوا من حكومة وقوات معارضة قالي كلام الرجع فتح السكة الرئيسي اللي كان قفلوه من قبل أسبوع في زمن القالي كان في حصل اشتباكات. كان قفلوه سكة تواو تومبرا في نقطة تفتيش تا كوبري تا بوشيري جنوب تواو الكتو بقى في تعطيل الأسر ما كمان حركة مواطنين وكمان تقديم خدمات الأساسية. خطوة قفلوه جاء في زمن اشتباكات كان بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان والجيش الشعبي في معارضة. واحد من قادة الشباب المحليين الكلنجالي كلمة ذكروا اسم تتو ونسل راديو تتمازج في يوم اثنين الو كلنجالي من مغفلو سكة دي قالي أثر شديد مع الناس في المجتمع. ردا لكلام دي لواء موسى أركانجلو مونغو من فرقة السادس في الجيش الشعبي في معارضة كلنجالي واستغرب ما كلام تقفل السكة دي الو أبا أي تورط قوات تمن في أي مواجهات الحاصلة. مونغو طلبوا من قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان قالي كلمة نحترم حق المواطنين في حرية تمن تحرك القالي مهم كمان لتعايش السلمي في أراضي الزراعية وأسواق. لنا في المعارضة لنا في الوضع الأمني تعمق في كتاب اللواء الثانية في بادية لنا ما فينا أي خروقات علينا معارضة بدأوا لنا أول حاجة في الاتفاقية بالسلام. أنا بناكد إنه لنا نقوم بوجه السلام ما نجاجي المواطنين إلى المزرعة بتاعهم وفي مدينة بأنه في خروقات من المعارضة ما في شيء. لنا نخلوا المواطنين في ولاية يكونوا في الاستقرار في المزرعة بتاعهم يظلوا فول بتاعهم وده ما ندخلوا سياسة في الجانب المواطنين. المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان اللواء لول رواي كلنجالي وما رفع أي حاجة عن خطوة دي. قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والجيش الشعبي في معارضة كان دخلوا في اشتباكات في أجزاء من ولاية غرب بحر الغزال وغرب استوائية في أسبوع الفات. الكوتو ضربوا مناطق ديل مع طائرات الجوية. على موقع الجيش الشعبي لتحرير السودان في مقاطعة نهر جور في غرب بحر الغزال الكوتو مواطنين جيري من بيوت تومن. مواطنين في ولاية شمال بحر الغزال طلبوا قالي كلا يعترفوا مع أصوات تضمن في انتخابات الجاي لضمان في حاجة ألومن كيرين قالي جنوب السودان محتاج لإدارة الشعب في مصلحة السلطة. حسب كلام عدد من مواطنين الونسو لراديو تتمازج في نهاية الأسبوع الفادي كيرين قالي اشتراك الشعب في صنع القرار وعمليات الانتخابية مهم شديد لضمان السلطة الشعب في شؤون الوطنية. سانتينو دين مواطن في مدينة عويل يشتكي قالي شعب في جنوب السودان القالي ما بقدر أملك سلطة قالي ما كويس لأنه قالي بقى يجيبوا أزمة لومن في جنوب السودان. وزيدوا قالي عدد من الناس فقدوا أرواح تتمن مع كلام أمراض وعدم تدخل السريع القالي تحكما. في كمان مواطن تاني القالي كلمة ذكروا اسم تتو كلين قالي كلام القالي ما عملوا انتخابات من في زمن استغلال دي قالي أسر ما كلامتا ديمقراطية. من جانب تتو أنجلينا أياك قالي جنوب السودان دي بلد القالي ما في فوق ديمقراطية كله. في نفس الوقت دوناتو رين خبير القانوني كلنجالي ديمقراطية دي حق الشعب في اختيار تقاعدة تتمن على كمان أنقذوا حكومة في كلام ده ألو كلنجالي ديمقراطية لازم كل يكون في مجال تقانون ومحاكمة. وطلبوا عن كلام تقالي كل كملوا عملية الدستور الدائم في جنوب السودان فورا عشان قالي كل ودي فرصة للشعب في جنوب السودان. مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط. كان جهلتكم من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.